وزي ما شفنا الجزء اللي فات، بعد ما مون هزم الأشرار الثلاثة وبيرجع هو ومجموعته من المهمة بعد ما مون نجح فيها، وبيعرف مون إن هاي هي اللي قتلت قائد القتلة المخفيين علشان تستولى على أملاكه. ولما هاي عرفت قررت إنها تتخلص منه هو وعيلته. وبنشوف بايك وسونغ أهل مون اتعمل ليهم كمين في أوضة سرية، وبيروح مون في آخر لحظة وبينقذهم، ولكن الأوضة بتتقفل عليهم وهاي بتقرر إنها هتفجرها بيهم. يا ترى مون وعيلته إيه اللي هيحصل لهم من أثر الانفجار ده؟ ومون إزاي هينتقم من هاي؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا النهارده، فياريت تشترك في القناه وتفعل الجرس لو لسه ما اشتركتش، ويلا بينا نبدا. وبنشوف مون وعيلته وهم في الاوضه بيحسوا انهم بيخططوا لتفجير الاوضه، وبيهجم مون على باب الخروج وبيحاول انه يكسره، ولكن هو بيكون صلب جدا. وفجأة بتنفجر الأوضة وبيبقى في صخور ضخمة عمالة تقع على مون هو وعيلته، ومون مش عارف يعمل ايه، وبيقول في نفسه مفيش قدامي غير طريقة واحدة بس. وبعدها بنشوف هاي بتقول في نفسها أنا مرتاحة دلوقتي بعد ما قتلت الكلبة بايك هي وعيلتها، ودلوقتي فاضل شيء واحد بس، وهو إن المنظمة المجهولة اللي هون منها لازم تنجح في قتل سانغ. وبعد يومين كان بيت السيف الحديدي بيواجه حاجتين. أول حاجة هي إن كاتبة اللوتس البيضاء والزعيم موهون اللي راحوا علشان يخضعوا طائفة الجبل رجعوا مهزومين، والحاجة التانية هي موت قائد المحاربين اللي كانوا بيهاجموا سونغ وبايك، ووقتها الكل كان بيزعل عليه. وبنشوف الكل مستغرب الاختفاء المفاجئ لبايك وعيلتها وحاسين ان في شيء وحش حصل لهم. وبعد هزيمة موهون بيتخلى عن منصبه وبتاخده هاي وابنها غون. وبعد يوم كان في احتفال بهاي في العيلة بعد ما اخدت المنصب، وبنشوف الاطفال اللي مون كان بيدربهم قاعدين متضايقين جدا وفاكرين ان مون وعيلته ماتوا، وكانوا بيتمنوا يكونوا اقوى علشان يقتلوا اللي كانوا السبب في موتهم، وبيقرروا انهم يروحوا الاحتفال بتاع هاي وغون. وبنروح لرئيس عائلة السيف الحديدي وهو بيكرم غون وبيديله منصب القائد، وهاي بتبقى قاعدة فرحانة قوي بابنها، بس بتلاحظ ان اطفال عائلة مون واقفين وباصين ليها بقرف. وبتقول هاي في نفسها هما ليه باصين ليا كده؟ معقول يكونوا عارفين حاجة؟ انا لازم بعد الاحتفال ده اقتلهم واخلص من اي حد من عائلة بايك الحقيرة. وفجأة بيظهر النمر الابيض بتاع مون والكل بيستغرب وجوده، لانه ده معناه ان مون قريب من هنا وما ماتش ولا حاجة. والحارس الشخصي الهاي بيقعد يضرب في النمر، ووقتها الاطفال بيتضايقوا جدا وبيطلعوا سيوفهم وبيقرروا انهم يهجموا على الحارس. وبيتعصب الحارس وبيقول انتوا يا اطفال يا عبط ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا عايزين تقتلوني ولا ايه؟ وبيرد واحد منهم هاي وجو قتلوا افراد عائلة مون اللي احنا بقينا جزء منها، فعلشان كده احنا هنقتلك هنا حتى لو هنموت بعدها عادي. ووقتها بتصدم هاي وبتقول في نفسها هما ازاي الكلاب دول اكتشفوا سرنا؟ وغون وقتها بيأمر الحراس انهم يهجموا على الاطفال ويقتلوهم علشان قال ايه بيتبلوا على امه يعني. وخلاص الكل بيستعد للهجوم، ولكن فجأة بيظهر مون من العدم وبيوقفهم، والكل بيتصدم من ان مون لسه عايش. وبيقول مون لهاي طبعا انت متفاجئة ان الشخص اللي كنت متأكدة انه اتقتل لسه عايش. وبنرجع فلاش باك ليوم انفجار الأوضة، ومون بيقرر انه بيستخدم كل طاقته الداخلية علشان يوقف انفجار الأوضة، وبتساعده ميرا، ولكن من كتر المجهود اللي مون بذله بيغمى عليه، وسونغ هو كمان بيغمى عليه، بس ميرا بتستخدم عليهم قوتها وبتخليهم يفوقوا. وبيفوق مون وبيطلع الدواء اللي اداهوله عمه اللي بيقدر يزود من الطاقة الداخلية، وفعلا بياخده وبيسترجع قوته وطاقته، وبيدي كمان لميرا منه، وبيقرب على ابوه وامه وبيحاول يرجع لهم جزء من طاقتهم. وبيقول مون في نفسه انا لو ضمت قوتي مع قوة ميرا هقدر ان اعمل فجوة في السقف ونطلع كلنا من المكان ده، ووقتها هخرج وانتقم من هاي السبب في كل اللي حصل. وبعد 5 ايام بيقدر مون انه يعمل الحفرة وبيخرج هو واهله منها، وبيروح مون لمكان الاميرة يونا وبيحكي لها اللي حصل، وبعدها بيقول لها انا عايز اطلب منك طلب، وهو انك تاخدي بالك من اهلي لحد ما اجي. وبتقول له يون انت هتروح للسيف الحديد لوحدك؟ ده تهور والموضوع هيكون خطر جدا عليك. وبيقول لها مون ان هي مش واثقه فيه ولا ايه، وبتقول له انه من الاحسن ياخد راي جده، بس بيقول له مون انه مشي من بدري. وبتقول له يون ان هي اللي هتيجي معاه وهتساعده، ولكنه بيرفض لان كده هتبقى عبء عليه. ويون بتقعد تعيط من الخوف على مون، وبيقول مون في نفسه كويس اني فهمتها انها ما تجيش دلوقتي، انا لازم اروح انتقم من هاي.
وبيودع يون وبيتجه لمكان بيت السيف الحديدي، والأطفال أول ما بيشوفوه بيفرحوا جدا إنه لسه عايش. وبيقرب مون على النمر الفضي بيلاقيه عمال بينزف من ضرب الحارس فيه، فبياخده مون وبيقول إنه هيستخدم عليه طاقته وبيتمنى إنه يقدر يعالجه. ووقتها بيقول مون في نفسه أنا حاسس إني قادر أتحكم في جسمه وهيكله كأنه جسمي، معقول ده يكون اتصال روحي؟ دي ظاهرة نادرة جدا. وبيقرب مون على هاي وبيقول لها الناس اللي بتعمل مؤامرات يبقى فاكرين الكل بيعمل مؤامرات زيهم وهيضربوهم من ظهرهم، والمؤامرة اللي انت عملتيها علشان تاخدي منصب القائد موهون وده اللي كان مسؤول عن الكتيبة اللي هاجمت عيلته، ولكن شكله ما كانش بيثق فيك قوي لان الرسالة اللي انت كتبتها له احتفظ بيها وما حرقهاش ولا حاجة. وبيطلع مون الرسالة وبيكون مكتوب فيها انه يخدع مون وعيلته ويتظاهر بانه مات على ايديهم، بس يرجع في السر ويستنى اوامرها. ووقتها زعماء العيلة بيتصدموا من مؤامرة هاي، وهاي بتحاول تخليهم يسكتوا وبتكلم الزعماء اللي كانوا مشتركين معاها في الجريمة دي وبتقول لهم من خلال تخاطر صوتي لو هتبقوا ضدي انا هفضح فساد كل واحد فيكم، احنا مفيش قدامنا غير اننا نخلي موضوع تدبير الهزيمة ده في السر، ولو حد فيكم خني هقتلكم كلكم. والرئيس اللي هي اخدت منصبه بيقعد يعيط وبيقول لها طب لو انت كنت محتاجه المنصب ده قوي كنت قولي لي وانا هديهولك عن طيب خاطر. ووقتها الكل بيبقى ضد هاي ونفسهم يقتلوها، وبتتعصب هاي وبتهجم عليهم، بس مون بيمنعها وبيقول لها انا مش هسمح ليك ان اخسر الاشخاص اللي بيدعموني. وبيتدخل غون وبيقول ان كل كلام مون كذب، بس بيقولوا له ان الرساله المكتوبه بايد هاي هي اللي مأكده كل الكلام ده. وبيغمز غون لواحد من الحراس وبيقول له مش من فتره واحد سرق الختم بتاع امي، وبيقول الحارس ان فعلا حصل كده لان غون كان بيهدده بالقتل. وبيلف غون لمون وبيقول له يبقى اكيد الشخص اللي سرق الختم هو انت، ولما اخدته كتبت الرساله المزيفه دي، بس طبعا محدش بيصدق الهبل ده وبيقولوا انهم متاكدين ان ده خط ايديها، وبرغم كده بيبقى في مجموعه من الناس مصدقين كلام هاي وبيكذبوا نفسهم. وبيقول مون في نفسه طبيعي ان يبقى في ناس بينكروا الموضوع لانهم مش قادرين يصدقوه، وكمان خايفين من ان يبقوا تبع مون وهاي تنتقم منهم انتقام جبار. وبيصرخ مون فيهم وبيبدا يفوقهم من الوهم اللي عايشين فيه. وبيتعصب غون وبيقول محدش يصدق العبط اللي بيقوله مون يا جدعان، وبيهجم عليه مون وبيديله بالبوكس في وشه، وهاي بتتضايق جدا وبتبقى عايزه تقتله. وبيقرب مون على افراد كتيبه اللوتس البيضاء وبيقول لهم انتوا دلوقتي 150 شخص، لكن تعرفوا ال50 اللي فاضلين كانوا بيحاولوا قتلي انا وعيلتي، ودخلنا معركه قويه سوا وفزنا عليهم، وعلشان احنا ناس عندنا رحمه فسيبناهم عايشين، بس هاي جت وفجرت الاوضه بيهم فماتوا كلهم. ووقتها غون بيقعد يكذب كلام مون، بس مون بيكمل كلامه وبيقول لحراس العيله اللي واقفين هو انتوا بجد ازاي قبلتوا على نفسكم تبقوا تبع واحده ضحت بالحراس بتوعها وكمان كانت عايزه تقتل قرايبها اللي من دمها. وبتتكلم ياي وبتقول اللي خذلوا العيله علشان مطامعهم فدول هيدفعوا الثمن غالي، فانا هتبع اوامر مون. ووقتها كذا شخص تاني بيبقى تبع مون وقائد كتيبة اللوتس البيضاء موهون كمان، ولكن وقتها بيجي قائد تاني للكتيبة وبيقول ان كتيبة اللوتس هتبقى تبع هاي مهما حصل، بس محاربين الكتيبة بيعترضوا وبيقول للقائد احنا استحالة نبقى تبع واحدة كانت السبب في موت زمايلنا، وانت مش قائدنا من النهاردة اصلا، احنا هنبقى تبع القائد التاني موهون. وبنشوف وقتها ان اغلب طوائف عيلة السيف الحديدي بقوا تبع مون، وبيقرب مون على زعيم عيلة السيف الحديدي وبيقول له يا ريت توافق اننا نهاجم هاي واتباعها الخاينين. ووقتها هاي بتأمر الحراس بتوعها انهم يهجموا على مون، وبيقول لها مون انت كده بقى عايزه قتال قوي يحصل بينا وانا مش ممانع، ولكن انت بجد هتعملي كده في قرايبك علشان جشعك؟ وبترد هاي قرايب ايه؟ هو انا طايقك اساسا انت وعيلتك؟ وبعدين عادي الجريمه اللي عملتها دي حصلت كذا مره قبل كده، يعني انا مش اول حد يعمل كده. وبيتعصب مون وبيقول لها اخرسي انت كمان بتبرري لنفسك عملتك السودة. وبتقول هاي ان لو راجل يوريها اللي عنده، وبيقول مون انه لازم يخلص عليها هي واتباعها وينظف عيلة السيف الحديدي من الفساد. ووقتها بيهجم مون على هاي وبيقول انه لازم يخلص عليها هي الاول، وبيدخلوا في مواجهة عنيفة مع بعض، وبيستخدم مون تقنية الفرشة العظيمة. وبتستغرب هاي وبتقول في نفسها هو ايه اسلوب السيف اللي بيستخدمه ده؟ شكله قوي جدا، اعتقد ان جدو سانغ بذات نفسه ما يقدرش يستخدم تقنية زي دي. وبعدها بيقول مون في نفسه
انا اول مره اشوف حد بقوه هاي، معقول دي قوه الاشخاص اللي من بيت السيف الحديدي؟ ولكن انا لازم اخلص عليها في اسرع وقت. وبيستخدم مون تقنيه عاصفه الرياح، وهاي بتتفاجئ بالتقنيه ومش بتقدر انها تصدها. وبعد شويه هاي بتقدر تفهم التقنيه دي وبتصدها بسهوله. وبيقرر مون انه يهجم هجوم اكبر ويفعل تقنيه عاصفه التلج. وهاي بتبطئ حركته بتقنية صوابع التلج، وهي حرفيا بتبقى عبارة عن صوابع تلج بتترمي على مون وبتخترق جسمه وبيقعد ينزف. وبيقول مون في نفسه احنا لسه بادئين المعركة والفرق واضح بين قوتنا، دي مستواها عالي وعلشان كده لازم ارد عليها بتقنية في نفس مستواها. وبيستخدم مون تقنية المخالب التسعة وبيخترق خط دفاع هاي، بس بتقدر بكل سهولة انها تصده. وبيهجم مون عليها وبيديها بالرجل في وشها، ولكن برضه بتقدر تصده. ووقتها بيتجمع غون والحراس اللي تبعها على مون، وبتقول هاي ان دي خلاص نهاية مون. بس فجأة مون بيعمل حيطة ذهبية حوالين نفسه وبيتحمى بيها، وبتتصدم هاي وبتقول في نفسها هو ازاي عمل الحيطة دي؟ ده لازم علشان يعملها يكون شخص متقن تقنية درع السيف. بس بيشيل مون الحيطة اللي حواليه لأنها بتاخد كتير من قوته، فبيقرر إنه هيواجههم على قد ما يقدر. وفجأة بيهجم مون بسيفه على غون وبيصيبه في كتفه. وبنشوف إن في وقتها بيجي سونغ ومعاه ميرا، وبيتصدم مون أول ما بيشوفهم. وبيقول له سونغ إنه ما كانش ينفع يسيبوه في معركة قوية زي دي. وبنعرف إن بعد ما مون قدر ينقذ أهله من انفجار الأوضة، سونغ وميرا جسمهم اتعافى، ولكن بايك اللي بتكون راقدة في السرير ما فيهاش طاقة تقدر تخلي جسمها يتعافى. وبيقول مون لسونغ انه عايز يخلص على غون والمساعده بتاعته، وبيطلب من ميرا انها تتعامل مع كل اللي فاضلين وتسيب له هاي. وبتهجم ميرا على اتباع هاي، وفي هجوم واحد بتقدر انها تطير رقبتهم كلهم. وبنشوف سونغ بيهجم على مساعد غون، بس سانغ بيكون اقوى منه بكتير وبيقدر يصد ضربته بسهوله. وبيقرر غون انه يتدخل، واول ما بيقرب على سونغ بيديله سونغ بالبوكس بيكسر له مناخيره. ووقتها ابو غون بيجي علشان يهاجم سونغ، وبيقول سونغ انتوا يا كلاب اللي كنتوا السبب في ان مراتي وابني كانوا هيموتوا خلاص، فعلشان كده انا لازم اندمكم. وبنشوف مون بيقرب على هاي وبيقول لها انهم لازم يحطوا حد للمعركة دي. ووقتها هاي بتشم ريحة غريبة، وبتعرف ان هون كان بيستخدم بخور كل الفترة دي علشان يعمل لها بيه غسيل مخ ويخليها شرانية. وبتبص هاي على هون بغضب، وبيقول هون معقول تكون اكتشفت ريحة الاستياء الحكيم؟ وبتقرر هاي انها تسيبها من كل حاجة وتركز في معركتها الحالية. وبتقول لمون انا زهقت منك انت وامك، انا لازم اخلص عليك علشان ارتاح. وبيقول مون في نفسه الوقت بيجري وانا لازم اخلص المعركة دي بسرعة، وهستخدم كل اللي باقي ليا من قوتي علشان اقضي عليهم كلهم. وبتبدأ هاي تقول في نفسها عن كرهها الكبير لبايك ام مون، والغضب بيبقى طفح منهم. وبتستخدم تقنية ساحقة الجبل، ومعاها تقنية طعنة الروح. وبيتصدم مون وبيقول في نفسه دي بتستخدم اقوى مهارتين لعيلة السيف الحديدي، واعتقد انها بذلت كل طاقتها، فلازم انا كمان ابذل كل طاقتي. وبيهجم مون عليها ومش بيقدر لان قوتها بتبقى اضعاف قوته. وبيفتكر مون الفنون القتالية اللي اتعلمها من اللوحة قبل كده، وبيستخدم تقنية الامطار الحديدية وبتكون قوية جدا لدرجة انها بتطير هاي واتباعها وبيترموا على الارض. وبيقرب مون على هاي وهي على الارض، وبيحس خلاص ان دي فرصته علشان يخلص عليها. وبنشوف هاي وهي مرمية بتتفاجئ بمون واقف قصادها وما قتلهاش ولا حاجة، وبتسأله ليه ما خلصش عليها. وبيقول لها مون ده لاننا قرايب، واللي شفته في عينيكي لما كنت بتهاجميني كان هو نفس الشيء اللي شفته في عين امي لما كان قلبها متحطم، وكمان لو قتلتك فجد سانغ مش هيكون حابب حاجة زي كده. وبيهجم مون على غون وقتها وبيعجنوا ضرب، وبيهدد هاي واتباعها انهم يخافوا منه لان ممكن يقتلهم في اي وقت ويفضلوا عايشين حياتهم خايفين من الموت في اي لحظة. وسونغ بيبقى مستمر في الهجوم على ابو غون، بس بيقول مون ان خلاص المعركة انتهت والكل يسيب سلاحه. وبكده مون بيبقى علم على هاي والكل بيتصدم انها اتهزمت على ايد مون. وبيقول مون في نفسه اخيرا قدرت انتقم لامي على اذى هاي ليها. وبيبص مون بيلاقي هون جاي عليه وبيقول له انا مكسوف من نفسي ان كل اللي خططت له باظ على ايدك يا حفيد سانغ، استمتع بايامك القليله اللي جايه لان قريب هخليك تركع قدامي وبتتمنى مني ان ارحمك. وبيستغرب مون وبيقول له هو انت مين؟ وليه هاي كانت بتبص لك وهي متضايقه وانت واقف بتتفرج من بعيد مستخبي زي الفار؟ وبيتضايق هون وبيهجم على مون علشان شتمه. وبيقول هون في نفسه مهارته كانت مذهله لما كنت براقبه من بعيد،
ولكن دلوقتي وانا قريب منه اكتشفت انها احسن مما كنت فاكر. وبيحاول هون انه ينزل بسيفه على مون، ولكن مون بيتفادى الضربات وبيقول له هون، هو انت فاكر انك هتقدر تهزمني بالخدعة السخيفة بتاعتك دي؟ هات كل اللي عندك. وبيستغرب هون من جرأته وبيحس ان مون قوي وهيضيع معاه وقت على الفاضي، فبيقرر يهرب وبيجي من وراه وبيقفشه وبيقول له انه مش هيسيبه يمشي بسهولة كده، وبيهجم مون عليه وبيديله بالبوكس في وشه وبيقول هون في نفسه ده خلاص قفشني وهيموتني وانا مش هسمح لنفسي ان اموت على ايد كلب زي ده. وفجأة بيطلع هون سيفه وبيرشقه في قلبه وبيموت نفسه. وبيتصدم مون وبيقرب على هون وبيحاول يشوف معاه اي حاجة تدل على هويته، ولكن مش بيلاقي، فبيقول انه هيبقى يروح لهاي ويسألها عنه لان شكل كان في بينهم علاقة قوية. ووقتها بتيجي ميرا وبتقول لمون ان كان في مجموعة من القتلة لابسين اسود هجموا عليها وهي خلصت عليهم، وبتدي لمون سلاح هي اخدته منهم، وبيقول مون ان السلاح ده هيساعدهم كتير الفترة اللي جاية. وبيجي الليل وبتقرب ست غريبة على جثة هون وبتقدر انها ترجعه للحياة بعد موته، وبتقول له الست يا عيني ده انت مش فشلت في مهمتك الخاصة ببيت السيف الحديدي، لا انت كمان كنت بتموت. وبيتعصب هون عليها وبيأمرها انها تقول له جاية ليه، وبتقول الست احنا لقينا اخيرا مكان مدمر الشر وهو قريب من مكاننا الحالي، والزعيم شو قال لي ان اجي واساعدك، وقال انك لو فشلت تاني وشوهت سمعة عيلة هون هيقتلك، ووقتها مفيش اي قوة في العالم تقدر ترجعك للحياة تاني. وبيقول لها هون انت قصدك انك هتيجي معايا لمقابلة شو؟ وبترد الست ايوه لان اكيد انت عارف طائفة القوة عدوانية ازاي. وبعدها بيقول هون في نفسه الحقير اللي اسمه هون ده اكيد هقتله قريب قوي. وبعد يومين هاي واختها جو بيتسجنوا هم والاتباع اللي كانوا معاهم، ووقتها موهون رجع اخد منصبه تاني، بس موهون بيبقى مش عايز يمسك المنصب ده تاني، فبيسأل مون لو ينفع واحدة بنت هي اللي تمسك المنصب، وبيرد موهون انت قصدك على يا يعني هو بصراحة مفيش ست قبل كده من العيلة مسكت اي منصب اصلا. وبيقول له مون طب هو في بند موجود بيقول ان ما ينفعش البنت تبقى قائدة، بس بيقول موهون ان لا مفيش، فبيقول مون ان كده خلاص ياي تقدر تمسك المنصب براحتها لان مهاراتها قوية جدا وعندها قدرات مميزة وهتساعد بيت السيف الحديدي جدا. بس موهون بيبقى معترض ان ازاي بنت تبقى هي قائدة على الحراس، فبيقول مون خلاص محلولة، خليك انت في منصبك وهي هتبقى النائب بتاعك بالاسم بس، ولكن هي اللي هتقوم بكل الشغل، وانا واثق ان في خلال ال3 سنين اللي جايه هتقدر انها تطور بيت السيف الحديدي بشكل مذهل. ووقتها الكل بيوافق على كلام مون، وبعدها بيروح مون هو وميرا لزنزانة هاي وبيقول لها انا جاي اسالك سؤال، هو مين اللي بصيت له بغضب وقت معركتنا سوا؟ ده كنت عايز اقتله بس هو قتل نفسه قبل ما انا اعمل كده. وبتقول هاي في نفسها معقول انتحر؟ ده كده عيلته هيبقى عندها ضغينة مع بيت السيف الحديدي بعد موت هون. وبتقول لمون ملوش لزوم تعرف حاجة عنه ويا ريت ما تورطش نفسك في أي حاجة تخصه. وبيقول لها مون بصي هو كان في مجموعة غامضة هجمت جدي قبل كده وإمبراطور الدم كان واحد منهم، فأنا عندي شعور غريب إن هون ده فرد من المجموعة دي، ولكن برضه هاي بترفض تماما انها تتكلم عنه وتقول اي تفاصيل. وبيقول لها مون انه خلاص هيمشي، بس قبل ما بيمشي بتقول له هاي انه يقول لامه تبطل تبعت لها اكل. وبنعرف ان بايك ام مون من يوم ما هاي وجو اتحبسوا وهي بتجيب لهم الاكل بشكل يومي رغم كل حاجة وحشة عملوها معاها. وبعد 5 ايام بيتعمل منافسة بين الاطفال اللي مون بيراعيهم، واول منافسة بتبقى بين اوهو وسيول، والاميرة يوم بتبقى واقفة بتتفرج وبيسألها مون عن انها شايفة مين فيهم ممكن يبقى زيه لما يكبر، وبتقول له يون اكيد سيول لان طريقته اللي بيعتمد عليها علشان يخلي خصمه يفقد قوته مشابهة ليك قوي. وبتستمر المنافسة وسيول في الاخر بيتهزم، بس لما بيعرف كده بيبقى متضايق جدا وبيهجم على خصمه بقوة عالية. ومون بيقول في نفسه الولد ده برغم انه اتهزم بس لسه في قوة جواه، ده طلع موهوب وانا معرفش. وبيفضل سيول يهجم لحد ما بيفقد قوته وبيترمي على الارض هو وخصمه، وبياخدهم مون وبيوديهم المستشفى. ووقتها بيقرر مون في نفسه انه هيعلم كل واحد المهارة المناسبة ليه وهيخليهم اقوى بس بعد ما يخفوا. وبيجي موهون وبيقول لمون انه يروح لقائد كتيبة اللوتس البيضاء في مكتبه علشان عايز يتكلم معاه. وبيروح مون وبيقول له قائد الكتيبة انا بصراحة شايف اني مش قوي كفاية علشان ابقى في منصب القائد اللي انا فيه،
فانا عايز ابقى نائب قائد. وبيقول له مون طب وكده مين هيكون القائد؟ وبيقول له القائد ان هو اللي هيكون القائد بداله. وبيتصدم مون وبيقول له انا مش مؤهل ان ابقى قائد، وبعدين انا سن صغير علشان اعمل حاجه زي دي. وبتيجي ياي وبتقول مين قال انك مش مؤهل؟ ده انت احسن حد ممكن يكون قائد للكتيبه، وده شرف للعيله اصلا انك تمسك المنصب ده. وبيرفض مون وبيقول ان لازم يراجعوا نفسهم في القرار ده. وبتقول له ياي الاداء اللي انت عملته في عشيره الدخان القرمزي بيدل انك تستحق المنصب ده، وكمان لما قدرت تتحطم مؤامره هاي وجو وخليت الناس تصدقك وتبقى تبعك. وبيقول مهون طب انت كده لو مش موافق هيبقى النائب هو اللي مسؤول عن كل حاجه، والكاتبه تبقى من غير قائد. فانا شايف ان من الاحسن انك توافق، لان اصلا مش هيكون في اي مسؤوليه عليك غير وقت معركه مهمه مثلا وبس. ووقتها بيقول مون في نفسه انا متوتر قوي والكل عمال يقنعني ويضغطوا عليا. وبعد تفكير بيقول لهم مون انه موافق يبقى قائد كتيبة اللوتس البيضاء، وبيفرحوا كلهم ان اخيرا وافق. ولكن بتقول له ياي ان في حاجة تانية مهمة لازم يتناقشوا فيها دلوقتي. يا ترى الحاجة المهمة اللي ياي عايزة تتكلم فيها، وهل مون هيقدر يثبت انه قائد كويس للكتيبة؟ وكمان تفتكروا هون هيرجع ينتقم من مون بعد اللي عمله فيه؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا الجزء اللي جاي. فياريت بقى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. وياريت تقدر تعبي وتعمل لايك والكومنت الحلو اللي زيك. بس كده يا صاحبي، اشوفك على خير ويلا نقول سلام.